شكون فينا اللي عنده الحق يحكم على علاقة العبد مع اللي خلقه؟ في هذا رمضان اجي نعاود لكم قصة ميمونة، المرأة البسيطة اللي وراتنا بلي طريق ربي ميسرة اللي قصدها بالنية الصافية. اجي ونحكي لكم قصة المثل ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. ميمونة كانت مرأة بسيطة ما قارياش وما حفظش القرآن، ولكن قلبها كان عامر بالإيمان. كانت كتقرب لربي بطريقتها، وفي صلاتها في كل ركوع وسجود كانت كتقول ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. شافوها ناس القبيلة واستغربوا، مشاو خبروا الشيخ وقال ليها صلاتك ما صحيحاش ويمكن ما مقبولاش. ميمونة حاولت تعلم ولكن الذاكرة خانتها، ومع الوقت حبسات الصلاة. الناس شافوا ميمونة ما بقاتش كتخرج من دارها. رجع الشيخ عندها باش يستفسر، قالت ليه الا كانت صلاتي ما مقبولاش انا ما نقدرش نصلي بشي حاجه اخرى. الشيخ فهم وقال ليها صلي كما كنتي كتصلي يا ميمونه. ورجع عند الناس وقال لهم ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه. هاد القصه كتعلمنا ان اهم حاجه في الدين هي النيه والاخلاص، وربي هو اللي كيجازي. وعلاقه ميمونه باللي خلقها ما كانت محتاجه حتى شي وسيط.